السلام عليكم ورحمة الله متتبعينا الأفاضل، نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال ومرحبا بكم في قناتكم إبداعات ريحان في فيديو جديد ووصفة جديدة اللي غادي نشاركوها معكم اليوم. نشاركو معكم دونات بطريقة جد سهلة واقتصاديه. بقاو معنا لاخر الفيديو باش تشوفوا مراحل التحضير ديالها. غادي نديرو في واحد الاناء اللي غادي نخلطوا فيه المكونات ديالنا: بيضه واحده مع شويه ديال الملحه وجوج حتى 3 ديال المعالق ديال السكر سنيده. يعني السكر كيبقى على حسب الذوق، ممكن نديرو 3 ممكن نديرو حتى 4 ماشي مشكل. هنايا غادي ندير 5 ديال المعالق ديال الزيت او ربع كاس ديال الزيت، وإلا بغيتو ديرو يعني بالكاس نديرو ربع كاس ديال الزيت وربع كاس ديال السكر. نخلطوا المكونات ديالنا مزيان وغادي نضيفو معاهم. غادي نديرو في واحد الكاس غادي ندير فيه الماء اللي هو دافي، غادي ندير فيه حليب الغبره او حليب بودره الا كان متوفر. الا ما كانش متوفر ممكن نعوضوه بالحليب السائل. هنايا درت كاس ديال بالعبار ديال كاس العنبه. نخلط المكونات ديالي وغادي ندير الخميره ديال الخبز، غادي نديرها في شويه ديال الحليب اللي تبقى لي من هذا الحليب البودره اللي استعملت. غادي نخلطوها وغادي نخليوها حتى تتفاعل او حتى كتذوب، وغادي نضيفوها على المكونات ديالنا. بالنسبه للخميره كتبقى على حسب الجو. دابا مازال الجو سخون يعني بلا ما نكترو. الا ما كناش زربانين انا شويه كثرت الخميره حيت ما كانش عندي الوقت وبغيت نوجدو. وبالنسبه للدقيق اخواتي انا ما كنعبرش، كندير غير عيني ميزاني، ولكن ما كنديروش قاصح، كنخلي شويه رطب، كتكون العجينه رخوه باش الدونات ديالنا كيجيو خفاف ملي كيطيبوا. وهنا غادي نضيف واحد الكيس من خميره ديال الحلويات من وزن 7 غرام، وغادي نكمل نجمع المكونات ديالي او الخليط ديالي بالدقيق. وما غاديش يحتاج بزاف ديال الدليك، يعني غير كيما جمعت الدقيق وصافي. ني دخلت على ما نمزجوا المكونات ديالنا. وهنا غادي نضيف واحد المعلقه ديال الزبده، ولا الا ما كانش متوفره ممكن نعوضوها بالفرماج المثلث او المربع اللي يكون متوفر. يعني هاد الدونات اي حاجه درناها فيها يعني كتجي ما شاء الله. اللي ذاقها عجبت له. هنا انا كنت دايره للزبده ولكن المذاق ديالها ما عجبنيش، درت غير شويه وضفت واحد القطعه من الجبن المثلث او الفرماج صافي. خلطتها مزيان حتى نسجموا المكونات ديالنا كاملين ونخليوها يرتاح حتى كتضاعف الحجم ديال العجين ديالنا او يخمر ونوليو عنده. غادي نتاكدوا مزيان ان ما بقاتش ديك الزبده، ان كلشي دابت وتخلطت مع العجين. نتوما كتلاحظوا العجين كتبقى لاصقه لنا في اليد، ولكن ما نخافوش حيت مازال غادي من بعد غادي نسرحوها بالدقيق. هنايا غادي نخويو داك الهواء اللي كتكون فيه بهذه الطريقه. غادي نستعنوا بالدقيق باش ما تلصقلناش. كما كتلاحظوا العجينه راها رخوه بزاف. نجمعوها هكا باش تسهل علينا نسرحوها على سطح العمل. الا كان عندنا الوقت نخليوها واحد 5 دقائق باش تسهل علينا التسرح ديالها وفي الساكه تطلق. كما ذكرت لكم انا ما كانش عندي الوقت، يعني درتها مباشره من بعد ما شكلتها هكا كويره. بالنسبه للسمك من احسن ما يكونش رقيق بزاف. هكا في السمك ديالي يكون فيها 2 سنتيم. على حسب الذوق، انا شويه درتو هكا غليظ، شويه درتو رقيق، على حسب الذوق كل واحد كيفاش كيبغي. صافي نقطعوه هكا دوائر. انا ما كانش عندي شي عبار اللي هو صغير، انا كنت بغيت العبار يكون يجيني صغير.
داكشي علاش درت بالكاس، ونديروا لهم ثقبات هكا في الوسط. هنايا ما تعدلتليش بهاد البوق راني درت بالمقفاله. صافي من بعد ما كنقطعوهم ونديروا لهم ثقبات في الوسط، كنحاول انا نقادوهم مزيان يعني على الجوانب باش نعطيو لهم الشكل الدائري، ونخليوهم يخمروا على حساب الجو، ممكن من ربع ساعه حتى ل20 دقيقه. من بعد ما كيتخامروا وكيضاعف الحجم ديالهم، في واحد المقلاة اللي كنديروا فيها واحد القدر نتاع الزيت اللي غادي نطيبوا فيها الدونات ديالنا. غادي تكون حتى طيب الزيت، وغادي نوضعوا فيها الدونات ديالنا او البيني ديالنا يطيب على الجهه الاولى، ومن بعدها كنقلبوه، والنار ما تكونش مجهده بزاف باش تطيب حتى من داخل ما يبقاش معجن، وفي نفس الوقت ما تكونش مهيله باش ما يشربلناش الزيت. هانتوما كتلاحظوا تبارك الله كيجي ولا اروع. واللي بغى يخليه يعني غير يعني على شكل بيني يقدر يخليه. انا هذا هو يعني كندير به دونات وكندير به حتى البيني، واللي كله تبارك الله كيعجب له. وكما كتلاحظوا انا ما استعملتش الورق الطبخ كما كيديروا البعض، انه كيخليوه على ورق الطبخ وكيطيبوه هكاك باش زعما يجي الشكل ديالو يبقى يحافظ على الشكل ديالو. انا بالنسبه ليا هكا كيجي الشكل ديالو مقاد ويجي زوين. داكشي علاش فضلت انني نشارك معكم هاد الوصفه اللي هي في صراحه ناجحه 100%. صافي من بعد ما كيطيب لنا الدونات ديالنا او البيني ديالنا كنخلوه حتى كيبرد، وكناخذو نزينوه. بالنسبه للتزيين كيبقى على حساب داكشي اللي متوفر عندنا في الدار، يعني ما شريت شي حاجه على حسابه، يعني غير داكشي اللي كان في الدار داكشي اللي زينت به. وتبارك الله جا التزيين ديالو زوين، وحتى في المذاق ديالو جا زوين بزاف، واللي ذاقو عجب له. هنا درت واحد الحبات درت لهم الشوكولا، ودرت عليهم البسكوي. انا استعملت هنايا البسكوي نتاع لوتوس اللي كانت متوفره، نديروا اي بسكوي اللي تكون عندنا او الكورن فليكس الا كان متوفر. وهاد حبات الاثنين الاخرى اللي كاينين غادي ندير لهم الحلوى او العقيقات ديال الحلوى. كما قلت لكم انا درت داكشي اللي كان عندي متوفر، يعني ما شريت شي حاجه على حسابهم. ودائما كيبقى التزيين اختياري، وممكن ان نذوبوا الشوكولا البيضاء ونديروا بها خيوط حتى هي كيجي المنظر ديالهم زوين بزاف. وغادي ندير بعض الحبات بالكونفيتير او المربى ديال المشماش، ونفندهم في نواد كوكو او الكوك. بهذه الطريقه هادو فندتهم مزيان باش يعطينا الشكل الابيض، ونزينهم من بعد بخطوط ديال الشوكولا السوداء اللي شاطت ليا. غادي ناخذ الشوكولا ونزينو بها بهذا الشكل، يعني خيوط عشوائيين. هذا الدونات نقدروا نفرحوا به وليداتنا. هنا غادي ندير الكورن فليكس، كما قلت لكم يعني الوصفه هي اقتصاديه بزاف. غير بيضه واحده تبارك الله خرجت لي بزاف ديال الحبات، انا قطعتهم كما قلت لكم صغار، دوائر صغار، ولكن كان المنظر حتى ملي كيكون صغير كيجي المنظر ديالو زوين بزاف. ونتمنى الشكل ديالهم يعجبكم. انتم كتلاحظوا حتى هادو نتاع الكونفليكس درت عليهم خطوط نتاع الشوكولا، والاخرين اللي درتهم فندتهم في نواد كوكو درت لهم الحبه ديال حب الملوك. جا المنظر ديالهم زوين بزاف، وحتى المذاق ولا اروع. نتمنى ان شاء الله الوصفه ديالنا تنال الاعجاب ديالكم. ومن الداخل جا داير بزاف خفيف بزاف. واسمحوا لي ما قطعتش معكم شي وحده باش تشوفوها، هذه الفكره يعني نسيتها في الاخير، ولكن تبارك الله جا قطني، والباقي خليته غير هكاك. نتمنى ان شاء الله الوصفه ديالي تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، وبصحه وراحه الى وصفات اخرى ان شاء الله.